اهلا وسهلا بكم في مكاني والشمس عنواني. بكون معاكم انا خالد زيدان كل تلات كالعاده الساعه 6. وعايز اقول لكم ان احنا عندنا في قعدتي بنقابل صحابي اللي بيبقوا موجودين عندي انا وبس، وكمان بناكل وبنضحك وبنلعب وبنعرف شويه معلومات اتمنى ان انتوا تستفادوا بيها. والنهارده بقى انا اجيب لكم حد يعني بجد كده مكسر الدنيا على مواقع التواصل، جوه مصر تلاقي، بره مصر تلاقي، في المحافظات تلاقي. معانا اللي جاي من الامارات مخصوص علشان خاطري انا، زياد الزوز. اتفضل يا باشا، اتفضل. كنت تسمع مقدمه وقاعد بس كده. يا الحمد لله على السلامه. ازيك عامل ايه؟ نورتني والله. الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد اتفضل لله. اتفضل اتفضل. وكمان صديقه عمر، استاذ عمر. ازيك؟ اخبارك ايه؟ صاحب شركه ايه يا استاذ عمر؟ سناكس فود. سناكس فود. اتفضل اتفضل. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ما تخبيهاش ما تخبيهاش، شايفينها وعارف مكانها. لا اقعد كده الناحيه دي براحتك واسند عليها. ودي بتاعت عمر. يا حبيب قلبي، منوريني في مكاني والله. امورك والله. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه رايكم في مكاني الاول؟ تحفه والله اعلم. بامانه والله يعني ده احلى ولا بيتك في الامارات؟ اما اجي لك تعدي عندك ودماغ اشيله. بامانه. وانت عمر اكيد قاعد معايا صح؟ أنا فخلاص على طول استضيفوني قاعد. كده قيمه 15 يوم شهر ودماغنا اغير جو والله. بس كده. سنة. لا مش اكتر عشان الشغل بس، يعني ايه، وتفرجوني على البلد بقى وتودوني كل حته. ده كده كده. وعد وعد. قدام الجمهور. وعد. ماشي. نبدا بمين بقى؟ بالراجل اللي طلع نصه كندي. يعني بص بقى، انا عرفت ان انت مصري كندي. بتهزر؟ انا اتولدت في كندا بس انا مصري اصلا. ما شاء الله. وعايش دلوقتي في الامارات. قعدت في كندا شويه حلوين؟ شويه حلوين. قد ايه كده؟ طب كلمنا كده، قول لنا مين بقى زياد وبيعمل ايه غير بقى اللي احنا بنشوفه كفيديوهات منتشره على مواقع التواصل بقى وحاجات زي كده. انا كنت بلعب كوره اصلا قبل ما اكون تيك توك. كنت محترف ولا لا يعني لعبت في نوادي؟ لعبت في نوادي في السكند فيجن في كندا. ما شاء الله. وبعدين في الامارات شويه. عالمي. وبعدين بقى كمان لعبت في الامارات؟ لعبت في نادي الامارات نفسه ولا في لا ايه؟ نادي في انديه الامارات في الدرجه الثانيه. طب هايل، ده انت راجل بقى لعيب. يا ريتني كنت جبت لك كوره بقى وتعمل لنا حركه. لا ما تلاقيش مهارات وكده، انا بلعب مدافع اصلا. حلو. وبعد كده عملت ايه بقى؟ وبعدين بقى اتجهت للسوشيال ميديا والكلام ده. حلو. بس لسه بلعب كوره زي ما لسه بتلعب كوره زي ما انت. طيب حلو. ومجالك بقى اللي هو بتاع الشغل ايه بقى؟ طبيعته ايه؟ انا متخرج من كليه اعلام. بتهزر؟ لا بقى لا 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 لا, لا. ده انت زميل بقى. حبيبي. حلو. قسم ايه؟ ودعايه واعلان كمان. اوعى. ماشي. فبس بشتغل في المجال ده يعني في السعوديه وقطر والامارات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجاي مصر اجازه ولا شغل؟ جاي مصر اجازه بقى، ما جيتش من زمان. بقالك قد ايه ما نزلتش القاهره؟ 6 سنين كده 7 سنين. يا نهار ابيض، بتهزر؟ يعني دي اول نزله واول طلعه معايا. اوعى. ماشي. استاذ عمر، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله بخير والله. مصري ولا اماراتي؟ لا ولا انا مصري. انا إيه؟ مصري بس مولود في السعوديه اصلا. الله اكبر على يعني وطن عربي كله يا جماعه معايا. مولود في السعوديه ووالدتي سوريه وابويا مصري. بتهزر؟ والدتك سوريه وباباك مصري، وانت والدتك مصريه وباباك كندي؟ لا بابايا مصري برضه بس من كندا. انا اتولدت في كندا. انت اللي اتولدت في كندا. طب والله دي يعني ده ايه الجمال والحلاوه دي. طيب وبتشتغل ايه بقى ولا بتعمل انا إيه؟ عندي شركه سناكوس فود. شركه متخصصه في السويت كورن، بنقدم السويت بقى كورن. يعني شركه ومتخصصه وما دخلش عليا بكوز بطاطا حتى. ايوه بالظبط. ما هو سويت كورن ده اللي هو الذره الفروزن كورن. ايوه بالظبط ايه يا استاذ في ايه؟ ثانيه واحده. ما تهزرش. هو عمر ده بيتحط في السلطه بيبقى جميل. ايوه بس هو بتاعه اللي بيتطبخ بقى. احنا سبلايز بقى للاماكن كتير، مطاعم وعندنا فروع. مطبخ اهو على فكره، وبنطبخ وبنعمل اكل. لا ده انا هبدع في لا عمر بيعرف يطبخ والله، بيعمل لنا اكل. انا بتكلم فين السويت كورن وفين الهدايا وفين بقى نعمل له اعلان لا يا استاذ عمر مقصر. صح؟ مقصر يا استاذ عمر. يعني كنت لو عارف كنت دخلت بايدك معاك المنتج طبق ذره مثلا كده مثلا، كنت هعمل لك بقى منه. بص كنت هتلاقي الشعب المصري والخليجي والعربي كله بيشتري من عندك. طب ما جبتش ليه كيس ذره يا عمر توريه مثلا؟ يعني شفت؟ خلاص هيوريك صوره. ما اديك ايه ده؟ صوره؟ صوره الذره. لا ده انا هديك العنوان عشان نعمل تيست بقى وتبعت لنا شويه كده حلوين نجربهم. دي ذره في الاول وفي الاخر يا عم. انت ايه؟ انت منين يا عم؟ الذره عنده رقم واحد هنا. غاليه والله. شوف مش مشكله، الغالي للغالي. ما تغلاش عليك والله. قول له حاجه يا استاذ عمر، جابه لنفسه.
جابه لنفسه. ده هو ما شاء الله يعني على طول في الاماكن متوصي مبهدل جامد الدنيا. يعني. ده حقيقي، متوصي ده حقيقي. الدورة انتهت بسببه يعني. في الفروع في قصدك. الفروع. لا لا، انا هطلع عليه كل اللي بيحصل دلوقتي، عشان بقى انا هلعبك اول لعبه معايا هنا في مكاني. لعبة الصراحة. لا، احلى من الصراحه. ازاي؟ اللعبه دي اسمها ايه؟ دي بديهيات. دي بديهيات. انا بطلب منكم الاول تلبسوا الحاجات اللي جنبكم دي، على فكره عادي عشان الاسرع يدوس. طب جرب دوسه واحده، دوسه جرب كده، لا الموضوع جرب جرب خلاص شوف والله. بس لو كده عمر البسها وبعدين نشوف الدنيا اه بتقول ايه. بالظبط، يعني عادي جدا. اهو بس بالظبط كده، جرب بقى دوس. والله حلوه جدا. يلا طيب. والله جرب، والله العظيم هتطلع الطاقه السلبيه كلها. اقعد تك 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 تك. بالظبط كده. دي اول حاجه كده، دي بتطلعها اول مرة مشكلة. واحدة. ماشي. دلوقتي هسالكم اسئله، المفروض انها اسئله بديهيه او ماشي. المفروض يبقوا عارفينها يعني. بص الاحترام والادب، متربي متربي قاعد في الفصل. الله يخليك. اللي هيعرف الاول الاجابه يدوس، علشان اللي هيجاوب غلط او مش هيلحق هيتحكم عليه حكم. ماشي تمام، ماشي. متفقين؟ يدوس كده. ايوه بسرعه. فالسؤال الاول بيقول: اشهر رسام رسم لوحه الموناليزا؟ انا عارف. قول. شكسبير. لا لا لا، مش ده مش ده، واحد زيه. بي بيبدا بحرف البي. دي كاسر ليوناردو. ها، هي ليوناردو. الثانيه صح. ليوناردو ايه بقى؟ ليوناردو دي سيلفا. لا دي حاجه. أنا ليوناردو بحاول شكسبير. لا، ما تقول يا عمر شكسبير حاجة. ايه؟ شكسبير ده شخصيه. انطونيوس. انطونيو بانديراس. قلت بانديراس. لا طبعا هو ليوناردو. ليوناردو ده ها ده. دافنشي. لا 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 لا. كده عمر عليه اول حكم. بالظبط كده يا عمر. فانا دايما بحب اول حكم ده نفتكر كده ذكريات الطفوله، واغاني. ايوه، واغاني الاطفال. فقول لي الاغنيه بتاعت الاطفال اللي انت فاكرها من صغرك. لا اضرب. ما بحفظش الاغاني دي. لا اكيد بتحفظها. معلش. يعني ذهب الليل وطلع الفجر. ايوه قول له بقى ذهب الليل. والعصفور ايه طيب؟ صوصو. صوصو. ايوه. صوصو. بس انا الاغاني دي ما بحفظهاش. طب قول لي اغنيه سوري للاطفال. قول له اغنيه سوري. مفيش بقى. قول له اغنيه سوري. اغنيه سوري للاطفال. للاسف والله مش والله ما بيعرف يتكلم سوري، هو بس مامته اللي بتعرف تتكلم يعني سوري. سوري نص نص كده. قول، قول. متكسر شويه. ادينا قول. حاجه. طب قول يعني إيه؟ انا ما بعرف احكي سوري كتير يعني. والله. بس طبعا طبعا انا الدبلجه. عارفه الدبلجه. قول له ايه أغنية. السمرخانو؟ لك شبك انت شو فيك ايه؟ دي اغنيه. لا دي انا بتكلم كده سوري بتكلم يعني. سوري. ما هنعديها له هنعديها له. ماشي. ضفنا برضه. بص بقى دي دي مشكلة. سهله سهوله. يعني اللغه الرسميه في البرازيل ايه هي؟ دي سهله قوي. البرازيلي. لا هي زيها بلغاري. بولاريزي. بولاريزي. لا بولاريزي ايه؟ عايزين ندخل البرازيل أيوة يعني. بالظبط. هي برتغالي. برتغالي. اهو بقى. برتغالي هي؟ ايوه برتغالي. لا احنا ايه ده؟ شفت أيوة. بيكذب. ماشي خلاص احنا الاثنين مش عارفينها كده. ماشي سهل. خد. السؤال اللي بعده مفيش اسهل منها. اين يقع برج بيزا المائل؟ إيه في اسبانيا. لا الدولة اللي جنبنا، يعني جنبها جنب أسبانيا. مدريد. لا مش مدريد، دي العاصمة هناك جنبهم. دولة تانية. برج بيزا اليونان. المائل. جنبها بقى قربت. يا اخي برج بيزا. ايطاليا. انت ايه مش ايطاليا. هو بيقول طب ماشي انا كده اللي كسبت. بالظبط. انت انا كده عليا 2 حكم صح؟ يلا نفذ. بتحوشهم ولا ايه؟ ما اعرفش والله. لا هنحكم عليك. اسئله لذيذه يعني. ما ماشي، ما دي الاسئله بقى، الاحكام بقى. يلا ايه الحكم انت يا بتحكم أستاذ عليا خالد؟ تاني. هننفذه. هينفذوا؟ ايوه. طب والله اديك حكم سهل كده. ماشي. يا ريت. قول لي بيت شعر انت حافظه. بيت شعر. فاهمك غلط خالص انا. فهمني غلط جدا. مش حافظ اي بيت انا حافظ أشعار؟ هو ممكن يكون حافظ بيت شعر يعني انا وزياد واحد يعني فممكن. خلاص سمعنا انت بيت الشعر. هو اللي قال صاحبك. يا سلام، انا عايز اقول لك منظرك وانت هتلقي الشعر. والله ما اعرفش الشعر. بالارنوب يعني خطير. انا وان ايوه. ايوه انا وان طال الزمان علي ايوه. حبيب. بس كده. طب خلاص الف بيت عرفت. شعر وقوله ألف بطريقه شعر. الالقاء. انا وان الف. ليس من جزيرتي
والله احنا ما نعرفش شعر خالص يا استاذ ما خالد، نعرفش معلش شعر. ولا يهمك ولا معلش يهمك. احنا اسفين حقك علينا. ولا اي حد، انا بقول له الف يعني بطريقه الهجاء. يعني احنا حلمنا ان احنا كنا نجاوبك في والله بس ماشي. يعني في معلش. الحكم ده يعني. ماشي، احكام صعب، اه احكام سهله. دي سهله بقى. اتمنى. اسم عاصمه المغرب. انا اقول يا طبعا مروكو. بسرعه. مراكش. لا جنبها برضه، هي جايه من الرباط. يلا يا ابني. انا كده هخسر جامد. ده استاذ أنت خسرت عمر. جامد. حكم 3 كده. انت بص التالت ايه يا باشا؟ يعني ما عامل فيك ايه؟ ده عمر عامل مش عارف فيك اي إيه؟ معلومات. دلوقتي يا استاذ عمر عايزك تقول لي لثلاث محافظات الطقس اللي هي الصغرى كذا والكبرى كذا بطريقه واحد يعني اعلامي بدل صاحبك ده بيقول النشره الجويه. انا هتكلم اقول الطقس. بالظبط، ادي الكاميرا بتاعتك وقول لنا بقى النشره الجويه الصغرى كذا الكبرى كذا في مدينه كذا. نشره بقى اديني كده 3 محافظات. ابدا بمدينه بدرشين. بدرشين مثلا. اصل بدرشين دي ليها ذكريات كبيره عندنا انا احكي لنا وزياد. بقى وانت بتقول. يلا. ماشي. بالنسبه للحراره والاجواء يعني. ايوه، ما انت طيب. دلوقتي مذيع نشره جويه. انا مذيع. بالظبط. طيب ماشي. مذيع والنبي لابس. ما هو عشان جويه. ممكن اقلع دي طيب؟ لا. ينفع مذيع اقلع دي؟ عشان الضوء. بالظبط. بص اتفضل. والان اليوم فلان اليوم. ايوه معلش، عادي درجه سيبه. الحراره في بدرشين مع الكاميرا. تكون درجه الحراره في بدرشين تكون في درجه حراره والطقس -14. دي الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى. والكبرى. كده الناس هتتلج يعني. والكبرى 38. ما شاء الله عكس بعض جامد. خلاص نكتفي بالبدرشين. نكتفي بالبدرشين انا شايف عشان كده. ليها ذكريات كبيره معايا انا وزياد. لا احنا نكتفي بالبدرشين وبالفقره دي كلها والله. ونطلع فاصل سريع ونرجع على طول. هو ده بقى. رجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم وانا خالد زيدان هنا في مكاني، ومشرفني ومنورني الاستاذ زياد، موقعني من الضحك الصراحه، وكمان الباشمهندس عمر. قول له يا باشمهندس. عشان هو حبيبي يا باشمهندس. عشان هو راجل صاحب شركه بتاعه سويت كورن مهتم قوي بيها، ما جابلناش معاه حتى علبه قد كده عينة سويت كورن نعينها حتى ندوقها. هنجيب لك. ماشي اما نشوف. دلوقتي بقى هنلعب لعبه تانية خالص. قول. الشاشه القمر دي هطلع لكم فيها صور. الصوره دي المفروض اتمنى من الله ان انتوا تبقوا عارفينها، وانا حاسس ان زياد هيكسر الدنيا فيها. تمام؟ ما عرفتوهاش هحاول اقربها لك، ما عرفتش هحكم عليك. ماشي. تمام. والفقره دي بعنوان ايه؟ عنوان اديني ايه ولا بقى؟ ضيع. لا تعرفه ولا اعرفك عليه؟ ماشي. وبص بقى دايما بحب اعمل ايه؟ اوبا. دي بتاعتي انا. اول صوره معانا يا الفنان القدير طبعا. مين بقى هو؟ ده شاعر واديب. الشاعر القدير. قول بقى الفنان القدير. انا عارف اسمه. ايوه جايه اهي. امير الشعراء. مش ده اخوه يعني. ماشي. امير الشعراء احمد شوقي. احمد شوقي. ده بقى بتاع يعني الجيل اللي احنا فيه. جيل هشام الجحي. لا قبليه بقى لا، بسنه واحده. ها الفنان الشاعر القدير. أيوة. احمد. ها والله عارف. ماشي براحتك. احمد واحمد حاجه صح؟ لا مش احمد. مش احمد فؤاد نجم، مفيش غيره بقى اهو. احمد فؤاد نجم. لا ما هو ده مش احمد فؤاد نجم. احمد موسى. لا، والله يا نهار أبيض. هو اي حاجه خلاص. لا مين ما ده؟ نعرفوش والله معلش. ده لا. الاستاذ. الاستاذ القدير. استاذ. ايوه هو يا مشكلة. جماعه مين ده؟ ما تهزروش. والله عيب. طبعا فوق دماغنا بس طب ممكن إحنا- تغششنا؟ عيب، ما انا قلت كل اللي موجودين الا هو. ما احنا ما نعرفش شاعر. ما هو مش شرط شعر، ده بيكتب اغاني وبيكتب افلام ومسلسلات عمرو دياب. على. مش الدرجات. مين؟ مش عارفين الاستاذ بجد؟ لا والله انت ما عارف. انا مش عارفين الاستاذ بجد. لا طب ده ما انا تقول لنا المعد، كده انا اللي الأستاذ ده. بحط الاعداد. طب عرفنا بالاستاذ. يعني أتمنى انا بحاول يعني اديكم بقى. فرصه. ما احنا مش طلعوا عارفين موبايلاتكم خالص. ابحثوا في جوجل. ما خدتوا منها التليفونات بقى. كمان شوف بنجردكم من كل حاجه. مين استاذ؟ فكر، انا بحاول اقربها لك. فكر يا عمر هو شكله مش عارف. لا انا ما اعرفوش، انا ماليش في المسلسلات والافلام مسلسلات والحاجات ايه دي. بيقول لك لا، شاعر. والشاعر والناس دي يعني. ده شاعر كبير شاعر جميل بالسن. في طيب السن وفي المقام وفي والله. كل حاجه. هو توفى ولا عايش؟ لا توفى. الله يرحمه. ده عبد الرحمن الابنودي.
عبد الرحمن اه الابنودي. يا اخي احنا الأبنودي. درسنا في عبد الرحمن الابنودي، درسنا في الشعر عبد معاه. الرحمن أعمل الأبنودي. إيه أنا بقى؟ معروف طبعا. اعمل ايه فيكم؟ معروف. الصوره اللي بعدها ما اجيب محمد صلاح يا عم. اه يا ها الله. بقى ده ممثل مصري معروف جدا. فاكر فيلم الارهاب والكباب؟ اه ايه الارهاب الكباب؟ ايوه فاكر؟ بتاع الفنان القدير عادل امام. الله اكبر، ده اللي كان ظابط اه هو شبه عادل امام جدا. معروف جدا. استاذ كمال. هو ده ممثل؟ كمال، ايوه استاذ ده كمال. بيمثل من ايام شاديه، من ايام الابيض والاسود. طب انت جايب لي كمال. حاجات ليه من ايام الابيض والاسود؟ ما هو بالالوان ممكن تقول- دلوقتي اهو. لا انت عندك كام سنه يا زياد؟ حاجه و20 كده. طب حلو. وانت 23. طيب يعني برضو مش قديم قوي ولا جديد قوي يعني الراجل. لا ده قديم علينا، احنا لسه جداد. لا آه والله. مش قديم ولا حاجه، ده يعني عامل 900,000 فيلم، فاكيد عدى ماشي، بس عليه. اكيد لما احنا استاذ كمال الشناوي. كمال الشناوي. كمال الشناوي. نجتهد حتى. كمال الشناوي. ما هو اسئله صعبه يا استاذ. يا قلبي مش قادر طب خلاص. حرام. لا انا محتاج احكم عليكم حكمين دلوقتي. والله احنا نستاهل. هو كده عليه حكمين. احنا نستاهل. وانت 13. وانت ما بتقولش اي حاجه انا خلاص خلصت الثلاث احكام بتاعتي. انت قول لي انت خريج ايه؟ انا بزنس ادمنستريشن. طب من طب يعني إدارة راجل أعمال. المفروض بيزنس كده وفاتح شركه بس سويت الحاجات كورن. دي ماليش فيها. ما انا كان في معلومات قبلها. ايه المعلومات اللي قبلها؟ مراكش. انا ما مراكش. اعرفش، ده احنا كل ما الرباط. سنه نسافر مراكش. اهو كمان رحت المغرب كمان. بقى انا هاجي اقعد عندك شهرين. بيغمض عينه ده وهو مسافر. عقابك. ده عقابك. طب خلي صاحبك بقى يغني اغنيه كده. زياد صوته حلو في الاغاني جدا. لا امانه. لا صوته حلو. لا والله. حته سمعنا. والله الجمهور اللي صدقني هيحكم. صوته هيعجبك صوتي جدا. حلو. الجمهور اللي هيحكم. يلا الجمهور اللي هيحكم. والله صوتي ما حلو. يلا انا عايزك أغنية تعد من صوتها 1 ل حلو في 3. القران. يا سلام، كان نفسي اقول لك والله يعني. طب قول لنا حاجه من اللي هي التواشيح. لا، حاجة اللي هي أنا ما بعرفش الابتهالات. أقول توشيح والله. ابتهالات. طيب انا ممكن اقول قول. عارف النقشبندي مثلا؟ بس يلا. ما بعرفش اقول توشيح والله. أي لو حاجة. عارف هقول لك. اللي يجي منك زي الفل. اقول ايه؟ اللي انت عايز تقوله. انت قلت انا بعرف اقول حاجه، قولها بقى. انا ما اعرفهاش. قران. لا غيرها، قلت حاجه تانية. لا ما بعرفش اقول لا هو قال قرآن وبيعرف يغني. لا والله ما بعرف هو اغني. بيعرف يغني، صوته حلو جدا في الاغاني. والله بيهزر. كل ما طب قول بنركب أغنية العربيه للأطفال بيغني كده. حلو. عارف انا ابريق الشاي مثلا. لا عارف اغنيه ايوه. لا والله ما اعرفش حاجه. اغنيه ايه؟ اي اغنيه. اغنيه من زمان طربيه يعني. الارنب لا دي عارفها. أيوة. طب قولها يلا. يلا صوت عالي. قال الارنب لا امه تسمحي لي راح العب ماما، قالت له لا يا ماما يمكن يديك عمر. الصوره اللي يا بعدها. حبيبي. ايه ده شكسبير يا عم؟ شكسبير ده. لا اينشتاين. عمر انت عمر راجل كنت ادبي هايل. كنت ادبي على فكره، مش علم برضه معلومة انت ولا علم كل رياضة. شويه هتطلع اهو. عمر بيغرب. يلا يلا حاجه بينا. ادبي كده. يقول يلا لك بينا أنت حاجه ادب ياهو. الفنانه طبعا. اهو. الفنانه القديره بقى مين؟ ايوه. الفنانه دي بقى اللي القديرة. عارف شاطئ الغرام اللي موجود في. انا عارف اسمها بس مديله فرصه يجاوب. ماشي. في شاطئ الغرام زياد. موجود في مرسى مطروح. اه لا قال لك غلط مبدئيا. فالست دي كانت بتغني اغاني مهمه جدا زمان، وبتمثل وبتعمل كل الحاجات الجميله جدا ومعروفه جدا. دي الست ليلى. علوي. يا نهار ازرق ومنيل. ليلى. أنا هقوم. ليلى دي ليلى علوي. ليلى. حرام انا بقول عليك. الاسم اللي بيجي في بقى. ليلى حاجه بقى، دي سهله جدا، هو مفيش غيرها. ليلى. 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 طب وادينا اختيارات كده. ليلى علوي. ليلى مراد. ليلى فهمي. ليلى فهمي. مراد. حسبي الله ونعم ليلى الوكيل مراد. فيك يا شيخ. هو الاسم كده اللي بقى. زود بعض. يعني ده حتى اكيد عدى عليك الست ليلى مش مراد. فاهم والله. طب ده احكم عليه بايه؟ كده انا حسابي ده كبير قوي. الاعداء. ده انت يعني مش ممكن. 18 علبه سويت كورن. يعني اقل واجب ده بجد. لسه في كتير. لا الاسئله خلصت يا طب عمر. الحمد لله. عمر كويس إن أنا على لا. قد انت جايب لنا 18. اسئله صعبه يا استاذ خالد. يا استاذ زياد اقسم بالله ابدا كده دي اسئله صعبه. خلاص اما والله. لو سالتكم في علم الاحياء او اه الكيمياء. والله عادي هنجاوب لك ما تهزرش. والله. طب انا هديك سؤال ماشي. عادي يعني سؤال انت عارف انا عام. جايب كام في الثانويه؟ جايب كام؟ كام؟ 94 93 ونص. واضح جدا. اطول نهر في العالم. نهر النيل. برافو عليك. ده أسهل أنت حاجة ما مفيش جيتش. مش تمام. فاهم. اسرع حيوان بري. شيتا. ايه الشيتا دي؟ لا. شيتا. حيوان بري. اسرع حيوان بري. لا مش الشيتا. صح برافو عليك. هو اسمه وانا الفهد. يا باشا اسمه وانا بتاع الفهد. من ليله. ما هو الشيتا دي مرات الفهد. الشيتا دي مرات عمي. الفهد. هو
بص بقى، ده سؤال علمي جدا. الغاز الاساسي اللي بنتنفسه ثاني اكسيد مع الكربون. مع الاكسجين. ايه؟ الغاز نجيب؟ الاساسي اللي بنتنفسه مع الاكسجين. غاز الميثان. لا، نيتروجين. انا ما بغششه. اصغر قاره في العالم. قارة افريقيا. لا، استراليا. كم عدد قارات العالم؟ 27. هم 7 ولا 27؟ 27. 7. 7. 7. زودت ال 20 ده زودت 20. ان شاء الله. شكرا الى حد ما، برافو عليك. والله صراحة. العظيم انا بشكل بحبه إزاي. مبدئي يعني حاجه حلوه. ده واضح ان كل السويت كورن واخد كل وقته واخد كل وتفكيره حياتي. وحياته، فاحنا هنسيبه، يعني مش هنعمل لك حاجه، حاضر. ولكن سوف نلتقي بعد قليل في المطبخ مع زياد وعمر. ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم انا خالد زيدان هنا في مكاني، وبفكركم ان ميعادنا بقى يوم الثلاث الساعه 6. بنعمل ايه بقى في الثلاث ده؟ زي ما انتم عارفين بيبقى معانا لعب وهزار وجد وطبخ من اللي هو، فعلشان كده على طول هيبقى معانا النهارده الشيف صلاح. ازيك يا شيف؟ ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ لا انا مش الحمد شيف، لله. انت اللي شيف. خلاص ازيك يا ماشي. خالد؟ ايوه كده. ايه الاخبار؟ فاحنا النهارده دلوقتي في فقره ايه؟ مطبخ مكاني. في مطبخ مكاني بقى يا شيف بنتعرف عليك ان انت شيف صلاح، تمام. يعني انت شيف محترف، صح؟ شيف ايطالي شيف ايطالي كمان. اه. فهتاكلنا النهارده اكل ايطالي؟ ان شاء الله. هتعمل لنا ايه؟ باستا بالشريمب. باستا بالشريمب. اه. يا بس سلام. هتكون ريد صوص. بالايه كمان؟ هتكون ريد صوص. الكوريت صوص اسمه كده؟ الكوريت. لا هتكون هي ريد صوص، هتكون صوص ريد طعم صوص، هتكون بصوص طماطم بالظبط، صوص فاهم؟ طماطم. طب يعني قول لنا كده المكونات وهي هتنزل دلوقتي على الشاشه. تمام. معانا جمبري. جمبري قد ايه مثلا؟ جمبري بتاع ربع كيلو 200 جرام. 200 جرام. حلو. تمام. ماشي. ماشي. معانا كزبره، ده كزبرة. هنستخدمها هنعمل زي صوص كده في الاخر هنتحط عليه كده. ماشي. ماشي. ومعانا طماطم، صلصه بوريه. أيوة. معانا ملح، فلفل. انت قلت لي ملح خشن، مكتوب ملح خشن. بنجيب الملح الخشن ونطحنه، وبرده معانا السي سولد برده. حلو قوي. ملح برده سولد وبنطحنه برده. مع ينسون ورد. ينسون ورد. 100 100 يا شيف. ومعانا فلفل حامي طبعا، بيبقى فلفل يعني ما تكترش منه ده عشان تمام. القولون، انت فاهم. الموضوع بقى صعب. وطبعا المكرونه. طبعا اكيد طبعا. حلو قوي قوي قوي. طب يا شيف يلا نبدا، وانا معاك اساعدك في اللي انت عايزه. يلا ان شاء الله. وفي نفس الوقت عايز اعرف منك بقى، انت دارس ايه كدراسه ليها علاقه بالطبخ ولا لا؟ طبعا اكيد. ايه بقى؟ انا خريج سياحه وفنادق. حلو ما شاء قسم الله. مطبخ. درست، خدت كورسات. حلو. ماشي. يعني ابتديتها من تحت شويه. بحترم قوي الشيفات اللي بتهتم بالدراسه بتاعتها وبطريقه الاكل والصنع والتخصص كمان. اكيد طبعا اكيد. كده واضح طبعا ان انا هاكل طبق باستا ما حصلش. والله عادي، انت بقى بيبقى اذواق ناس بقى. ايوه بس اكيد ان شاء الله هيعجبك. ان شاء الله باذن الله باذن طب يلا الله. هنعمل ايه؟ يلا اول حاجه طبعا قطعنا الطماطم. حلو. قطعناها كده مكعبات. هي كده كده كلها، مش دي الوصفه اللي احنا بنعملها، مش تاخد معانا 20 دقيقه. حلو قوي قوي. تمام. خد بالك ده احنا معانا ضيوف هيخشوا يدوقوا. بس هو ماله، اتفضل. انا بقى عارف انا مش بقيم. انا باكل والاستوديو هو اللي بيقيم. يا مسهل يا رب. بسم الله. بسم الله. ماشي. احنا بنسلق الميه. طبعا. تمام. بنمسك نسخن الميه طبعا، نديها زيت وملح عشان الباستا معانا. حلو. انت حطيت زيت زيتون؟ طبعا. ايوه بقى. فاهمني ازاي؟ ماشي. بنبتدي الاول نعمل الاول الصوص بتاع الاول. تبلنا الجمبري بتاعنا. تمام. او جمبري تبلنا الجمبري ملح وفلفل. نديها اللي هي التوابل اللي هي بتاعت الوصفه كلها. ماشي. مع توم. ماشي. وزيت زيتون. بنديها سنه عسل ابيض. بنسيبه في التتبيله شويه ولا عادي؟ عادي يعني. وبالنسبه للجمبري ما بياخدش عادي وقت، مش زي الفراخ وزي اللحمه بياخد وقت فيها طبعا عشان الحاجه تخش جوه الانسجه. ايوه. تمام. 100 100. بس. وبعد كده بنحط عسل كمان. هي سنه عسل بس بسيط. سنه عسل. مع الجمبري وهو عادي مش ده كل ده مش مقطوع راسه. لا مش مقطوع راسه. ليه؟ احنا بنستخدم الراس ديت بيبقى فيها الصفرة اللي جواها، او بيبقى فيها الصوص اللي جواها، بيعتبروا كل القيمه الغذائيه كلها جوه برضه ايه. ده حلو قوي. طبعا مع شويه ملح وتوم. الملح وتوم هي بتبقى التوابل الوصفه اللي انا كاتبها. ايوه اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. يعني مش عايز تقولها لنا كمان دي يا شيف؟ لا مش كده مكتوب. ماشي. وبعد كده بنخلطهم مع بعض. بنخلطهم طبعا مع بعض. ايوه. وبعدين نبتدي طبعا عقبال ما الميه تغلي. نبتدي نعمل الصوص بتاعه ونجهزها. حلو. اول حاجه بنعمل ايه بقى؟ قول لي. زيت زيتون. زيت زيتون رشتين 3 4 5 6 7 8. ماشي. وننزل الاول بالجمبري بتاعنا نلسعه، بعد كده ننزل بايه؟ بالثوم والحاجه ايه بتاعتنا. ودي يا شيف. بسم الله. وبعدين بنعمل ايه بقى؟
بنبتدي ننزل طبعا بالجمبري نلسعه. نلسعه الاول. اللي هي دي الصدمه يعني، بنديله الصدمه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. والشيف متوصي وجايب لنا ايه؟ جمبري جامبو. ولا جنب ولا حاجه. لا جامبو جميل اهو. يعني يا جماعه احنا هنعدهم علشان كله يدوق وياكل، عشان كل طبعا ما حدش يزعل طبعا، عشان كل ما حدش كل يزعل واحد طبعا. جمبريايه. سامعني يا استاذ مصطفى؟ يعني مش ماشي. لحد لوحده، لا ما تقلقش برضه، متوصي بالاستوديو مفيش كله. منه، بيقول لي ده هو الطبق ده رايح له. صح حاضر من عينيا. بس يعني هندي عم عزب برضه معاك طبق كده. ما برضه يا جماعه يعني ده واحده يا عم عزب يقسمها هو وزميله. يا شفت يا عم عزب اهو، مش مني. ماشي. بدأت الرواح تطلع بسرعه. الجمبري يا جماعه ده على اساس ان انا هسيب لهم حاجه، ده النهارده جمبري، ده فرح. نبتدي نلسع كده. ايوه زي ما احنا شايفين. اقلل لك النار عليه شويه. مش كده كده نهدي. بالظبط، دوس. ايوه قلل بقى. ماشي. يا سلام. حط عليه حاجات بسرعه، مش عايزينه يتلسع جامد. عشان كده كده هنرفعه عشان ناخد الحاجه التانيه اصلا. خلي بالك تكون سخنه عليك. لا ماما ما تقلقش. ادتني النهارده قطعه نمسك بيها. لا احنا كده كده متعودين. ماشي. انت لا برضه عامل حساب، ما تقلقش. اوعى. ما انا بقول بحب الشيف المتمكن يا شيف صلاح يا جامد. حسب بقى الخبره، ما تعودنا هنا شويه وهنا شويه. ايوه. شوية. وانت شغال في مطاعم انترناشونال. ما شاء الله ما شاء الله. اشتغلت برضه في فنادق، سافرت. رحت فين؟ سافرت سنتين السعوديه، قعدت شويه في السعوديه حلوين. ما شاء الله. ماشي. وبعديها سافرت الامارات. ما شاء الله. ماشي. وبعد كده طبعا الواحد بقى اتجوز بقى، استقر هنا. يلا الف مبروك. يلا. يا جماعه عشان تعرفوا ان ضيوفي بيجوا لي من محافظات مصر ومن كمان الدول العربيه عشان يجوا هنا في مكاني يعملوا لنا احلى وصفات واحلى اكلات. واحط طب اسلق لك المكرونه؟ لا حالا دلوقتي هنزل بيها عقبال ما اعمل الصوص، عقبال ما الوقت اللي هيتعمل فيه الصوص بالظبط المكرونه هتتسلق. هي بتاخد 8 دقايق بالظبط. يا شفت الدقه يا جماعه اللي بتفرق. والروايح ينفع ادوق واحده وهي كده؟ بس هتدي نص سوا براحتك. دي نص سوا. بس ما تقلقش، هو كده كده اساسا ده بلد. لا ما تقلقش، ده كده بلد عشان الريحه نخششت في مناخيري والحق لي جمبريايه ولا حاجه. لا ما تقلقش، هتلحق. ماشي. نحط لها زيت تاني. كده كده ده الصوص اللي نزل منه، انا كده كده بستعمله تاني. طب واكتر اكله انت بتحب تعملها في المطبخ بمزاج بتبقى ايه؟ يعني انت النهارده اجازه طبعا وعايز تاكل المدام بقى اكله كده، مطاعم فنادق في البيت. لا طبعا الاكل على فكره انا في معظم الطباخين ما بيعملوش اكل في البيت. فقصدك يعني ان انت بقى بتروح هي اللي تطبخ؟ لا انا بقول لك ساعتهم هم يعني ما بنحبش خلاص بقى، مش حكايه ما بنحبش خلاص بقى اللي انت طبعا لغايه دلوقتي. بس برضه دي بقى عشا رومانسي كده اللي هو تقف في المطبخ. عشا رومانسي. بس بالنسبه لو معاك بقى عيال بقى، لو عملت مثلا حاجه احلى طبعا بطلناه. لا بنعمل طبعا. اخر اكله كانت ايه؟ اخر اكله عملتها انت في البيت ليهم كانت ايه؟ اخر اكله كنت عامل لازانيا. ايوه على اللازانيا. ماشي. لا حط المكرونه كلها، انت مش فاهم. لا مش هنا. ماشي. انت فاهم غلط. ادي في المكرونه. ايوه بالظبط. لا ما تقلقش، معانا وصفتين يا استاذ، دونت وري. هنعمل. لا ما كده كده عامل حسابهم. ايوه بالظبط كده. لازم برضه عشان تاخد شغل مظبوط تهتم بكل الناس اللي معاك. ومفيش احلى من الاكل طبعا. طب بالنسبه بقى للمدام، يا ترى بتفوقك في اكل البيت ولا؟ استاذه. بامانه والله استاذه. دي شهاده. لا والله فعلا استاذه والله. استاذه انا بكلمك في منورانا ومشرفانا وبوجه لها تحيه. واحنا هنعرف بقى ان كان الاستاذ بيعرف يعمل اكل هو كمان، بس الشيف صلاح لا هي بتحبه. لو قلنا بتحب العيال طبعا يجوا مثلا ياكلوا من ايده يقول لك الله بابا عامل اكل حلو، طب خليه بقى هو بقى يعمل لكم، انا مش هعمل بقى. شفت هي بقى بتبقى بقى القصه بقى في كده بقى. أيوة. عرفت بقى ليه ما بحبش بقى نعمل بقى اكل بقى في البيت. ماشي كده. طب اكتر اكله محببه لقلبك انت ايه؟ الاكل الشعبي طبعا. الشعبي. ده انا كنت لسه هقول لك قول لي وصفه البيتزا الايطالي. ما انا بقول لك بحبها قوي. انا بقول لك اكتر حاجه بصراحه يعني كمصريين كطباخ ايه بقى؟ ملوخيه وممبار وكده. تنزل مثلا حد مثلا زي الاكلات الشعبيه السيده الحاجات دي. لا خلينا في الجمبري. دلوقتي احنا حطينا الطماطم على الطاسه. الاول التوم استخدمنا هي نفس الطاسه. زيت بنفس الطاسه. حطينا زيت توم ماشي يا دوبك تستنى ما تشوحت. أيوة. بعد كده ننزل ايه بالطماطم، تبتدي تدبل كده وبعد كده ننزل عليها بصوص طماطم. حلو قوي. ده معجون طماطم ولا معجون طماطم. معجون طماطم. يا سلام يا سلام يا سلام. والمكرونه بتغلي. اقلب لك انا الصوص ده.
بعد كده بنحط عليه حاجه تاني؟ اه طبعا بنبتدي نتبله، بنديله سنه بيون طبعا عشان اول ما تنزل الحاجه بنديله عليها. سنه ايه؟ بنديله احنا الميه اللي احنا بنعملها دي بنسميها بيون. بيون. ليه؟ اه فاهم ازاي؟ اسم الميه بتاعت المكرونه بيون. البيون او الخضار او كل دوت ده بنسميه ماشي. طبعا كله بيون. بعد كده بنحط الجمبري بقى ايه زي ما انتم عليه شايفين كله كده. بقى يتجانس كده مع بعضه. بالظبط، مع الصوص مع الصلصه مع الحاجات مع الطماطم المتقطعه كمان. طبعا واديني في الروايح الحلوه طبعا. وريقي جري. ودي احلى فقره بحبها الصراحه. يستوي كده مع بعضه بقى. وانت بتحضر لايه دلوقتي يا شيف؟ قول لي. لا مش بحضر بحاجه، بحاول اجيب حاجه ننزل بيها بالبيون على طول عشان عايز- عقبال ما المكرونه ننزل بيها يعني على طول. عايز كبشة؟ لا الكبشه. بص شوف اهي، ما هي مش دي كبشه تنفع؟ ايوه دي ما تنفعش؟ ليه؟ مش احنا نمسك دي وهنقوم مدلقينه كده؟ محتاج شويه حاجات بابا المجال. عايز اجيلك اظبط دنيتي من عندك عشان الدنيا عندي ما بقتش ايه زي الاول خلاص بالظبط بقى كده. كده. اه هو ما فيش غيرها بقى للاسف هنستخدمها. هننزل على ايه في ايه؟ هننزل الاول البيون بعد كده ننزل عليها بالبسطه على طول نتبلها. يعني هنصفي المكرونه ولا هنعمل ايه؟ لا مش هنصفي لان نصبر. هناخد الميه دي كلها مع ده؟ لا مش كتير طبعا، كتير جدا. أما ده هم شويه أيوة. منهم. بالظبط كده، يعني هنصفي المكرونه. هنصفي المكرونه بس اول ما تستوي، اول ما تبتدي ايه تستوي خالص. اوكي ماشي. ليه؟ اللي احنا معظم طبعا في الاكل الايطالي هم بيحبوا الاكل الدنتي، يعني في تكه كده. يعني ما يبقاش مستوي قوي. فهمتك. واعتقد ان انا ممكن اقدر دلوقتي ادوق واحده جمبري عشان بس اقول لك يا عم عزب هتبقى طعمها ايه، وانت يا استاذ مصطفى اديك التست بتاعها، يعني مش اكتر، انا بس هدوق. بسم الله الرحمن الرحيم. صح يا شيف؟ ادوق عادي صح؟ دوق عادي. ماشي بسم بس الله. طبعا بسم الله. دي استوت في ثانيه طبعا. دي رهيبه. مصطفى يا كامل لازم تلحق نفسك. لازم الموضوع شكله رهيب. والله العظيم الموضوع رهيب 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 بجد. طبعا الشطه على حسب ما الاحتياج. تكترش بقى. ماشي. بتحبها بشطه يا استاذ؟ ماشي اهي بالشطه. اديله حبه تاني. هي واحده بس كفايه بس. اهو. ايوه وعم عزب كمان بيحبها بشطه برضو. يا سلام. طب معلش انا هدوق بقى واحده تاني بقى استوت سنه. هدوق بس مش هاكل، انا هدوق. لان بصراحه يعني بص انا هخليك بس ايه تشوف الشكل كده اهو. بص 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 على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص يلا الجمبري رايح فين؟ يا شيف صلاح امرني. انت خلاص كده انا اقتنعت بيك اقتناع تام، يعني بجد نفسي اقعد في مطبخنا واعمل كده. يعني جرب. يا ست الكل والله عايز اقول لك ان احنا لازم نجرب الوصفه دي في البيت لانها رهيبه. هحاول ان شاء الله يا ماما اجتهد واعملها لك. تعمل لها برضو الوصفه دي. بالظبط لانها رهيبه قوي بجد. طب يا شيف وبعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل دلوقتي اللي هو الصوص. انت بقالك الكزبرة، كام سنه في المطاعم؟ 12 سنه. ما شاء الله الله داخل اكبر. 12 سنة. وعندك كام سنه حاليا؟ انا عندي 33. ما شاء الله العمر كله صحه وهنا. طب ده انت متمارس بقى وراجل طبعا ذات خبره عاليه كمان. طبعا. احنا دلوقتي قلت بتعمل صوص ايه؟ بعمل دلوقتي صوص البقدونس اللي اتحط عليه خالص في الاخر، اللي هو عباره عن بيكون بقدونس. ايوه توابل الوصفه. توابل ماشي. الوصفة. زيت زيتون، زيت زيتون، ملح، ليمون. ملح وليمون. ده بعد ما بنغرف الطبق بنحطها كده معاها فوقيها. وممكن وممكن ناخد عادي معلقه منه دلوقتي عادي ونحطها فوقيها، هتدي برضو تستوي برضو كويس. ماشي انا معاك ان احنا نلحق ندوق بسرعه جدا ونخلص الجمبري كل ده. ليه طيب؟ عشان طعمه حلو بصراحه. ندوق بقى المكرونه كده نشوفها استوت ولا ايه. بيشترط نوع معين في المكرونه ولا اي نوع عادي؟ لا هو على حسب طبعا النوع المتوفر معاك يعني. بص بس طبعا كل لان هي اتقطعت. يلا. لا مش عارف نمسكها كده، امسكها بقى فلاش. بالحته. انت قلت لي انت معاك وانا معايا. ده انت كده انت عايز امي تهزقني. ليه؟ ايوه كل مره تقول لي ازاي ما عندكش حاجات نمسك بيها. فادتني حاجات النهارده. عشان كده المكرونه استوت. المكرونه استوت. وبعد ما نحط المكرونه وكده هيبقى بقى خلاص خلصنا الاكله. كده هتبقى خلاص خلصنا الاكله، هتكون جاهزه معانا. يا سلام يا سلام. يعني اجيب ضيوفي بقى ادخلهم عشان يدوقوا معانا الاكل. اتفضل. جاهز يعني؟
يا طب دوبك يا هنحط جماعه بس نستأذنكم البسطه. بقى نجيب الضيوف اللي معانا علشان نجرب الاكل كلنا سوا. ويا سلام. نجيب لك الاطباق واحضر لك الحاجات. ماشي. ممكن بس تنادولنا على الضيوف يا جماعه. حاضر. ماشي يا ريس ماشي. معاك اهو، انا بحضر لك طبقك انت و حاضر حاضر. حالا بالا فأصارع أسد إنما إيه؟ يا جماعة أطباقي راحت فين؟ طب يا أستاذ مصطفى ما هما الأطباق خدوها مني وبقيت بلا أطباق. ينفع كده؟ وهم إيه؟ شفت بقى ضيوفي تعثروا في المطبخ ولا فين؟ مش موجودين معانا. يا شيف مرني الأكل أخباره إيه؟ طمني. حالا. طمني. خلص يعني وبقى تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى يا باشا خش على طول. السلام عليكم يا شيخنا. اتفضل. عليكم عملت السلام. لنا النهارده. يا حبيب قلبي يا شيخ. اتفضل هتصرف. الناس داخلة في بيتها. بسطه بالشريمب. بسطه بالشريمب. طب حلو. الناس داخلة جوه بيتها. أهلا وسهلا، ازي حضراتكم؟ اهلا بيك. والله مشرفينا ومنورينا. طب هات لي بقى جلافز كده. لا الجلافزات بقى بره، هتطلع تجيبها تاني؟ لا خلاص. معلش هي في طب آخر يا أوضة شيف، على الشمال. عمر والله العظيم بيعرف يطبخ جدا. يا جماعة ثانية واحدة بس حاجه أرجع كويسه مكاني. طبعا، أقسم اكيد بالله. طبعا يا دي جماعة، تبقى قوي. عايز اقول لكم الشيف صلاح، حبيبي يا استاذ زياد، أهلاً استاذ وسهلاً. عمر، لا، شكراً. الامارات، السعوديه، الناس دي من حول العالم. برضو؟ جايين حول العالم. النهارده احنا جايين من حول العالم. يدوقوا الاكل. جاي من انا برضو كنت جاي برضو كنت بلف برضو من حول العالم برضو كنت بلف برضو. طب ماشي يا باشا. طب الخطوات اللي جايه إيه بقى؟ هناكل وهنلعب وهنعمل كل طبعا حاجه. ايه ما صدق قال لك بس سيبني بجيب انا بقى لوحدي ادوق الأطباق. وبتاع، ما رضيش يدخلكم قبل ما يخلص. شفتوا طب بقى احنا عشان باين علينا تعرفوا. هناكل حاجه محترمه يا عمر النهارده. ده حقيقي. نسال الله السيف. شريمب بقى يعني بص مكرونه لا وسويسي كمان. بالجمبري. والله كمان. شريمب سويسي. بقى يا حبيب قلبي يا شيف، انت الأطباق من مش السويس؟ موجوده عايزه لا مش من السويس. انا مش لاقي بقيه الاطباق، فحلو قوي دولت. خد واحد ياخد معلقه هنا وهنا ويجرب ويدوق. سبايسي سبايسي تحبوا السبايسي؟ سبايسي. كل واحد ياخد. المفروض ان احنا دلوقتي بقى عندنا فقره اسمها مصري اصلي ولا من مصر. مصر. اه ولا انا منين؟ مصري اصلي. في الفقره دي بقى المفروض ان انا بسالكم وركزوا معايا مش مع الاكل ريقوا جري عشان تعرفوا بس الشكل طالما في والطعم أكل. ده طالما والحلاوة. في اكل خلاص. تسلم ايدك يا شيف هسألكم والله. بقى انتوا الاثنين اسئله دلوقتي. حاضر. اعرف ان انتوا من مصر ولا من ايجيبت. فنزويلا. ايوه بالظبط كده. حاضر. احنا من فاول سؤال مصر. في مصري اصلي بيقول ايه؟ نقول ايه؟ كم عدد محافظات مصر؟ يا لا 27. مش غيرها يعني. معروفه يعني. عمر انت بتخسر. انت لا، بتخسر 27. وبتتعاقب. ما يا ابني قلتش والله لك العظيم انا معروفه مصري يعني. اصلي. اسمع مني. يعني فهتضطر تلبس بتاعه القرصان. دي قرصان هو قرصان. زياد هيلبسها تبقى لايقه لا عليه جدا. قرصان ده البس قرصان يا عمر البس. بس حبيبي يا كده. شيف والله منورنا. يا الله. ابني شعرها هيبوظ. يا عم عادي. ما شفت ده انت يعني يا عم الأكل والله من ساعه فداك. ما الاكل جه خلاص. انت الموضوع. تركيزك بقى فداك يا في حتة عم تانية. عمر. يلا. طيب تقدر تقول لي يا عمر بلاش انت. ماشي يا باشا. تقدر تقول لي يا عمر حبيبي يا باشا. ايه ما هي ندوق. استنى يا عمر أنا الاكل اهم لا بص الأول. بقى عشان صح هو كده؟ دلوقتي بيقدم اه، عليكم. معلش، معلش. لا بص سبقتني انت. هو بيبص عليك. لا هندوق بس يا جماعه. ده شكل المعكرونه. هدوق انا عايز تدوق؟ اه طب والله. اغرف يا شوف باشا التست. ودوق بقى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كم واحد؟ واحد بس؟ واحد بس. لا، هو أو هياكل. اتنين. لا، طب إحنا ماشي ماشي الاتنين. حطها في نفس إحنا الطبق الاتنين. عادي. انتوا بص الاثنين المخرج يعني. خلي بالك مش هيلحق حاجه. لا هغرف يا نهار يا ابيض لهوي. ده الا المخرج. حطها. مخرج اهو حبيبي اغرف لهم المخرج. وانا هغرف له دلوقتي. فعايزين بس سؤال تاني كده سريعا. طب استنى بس اما ناكل. ايوه لا مش قول. كفايه كفايه ايه تست ده يا كفاية. جماعه؟ بيدوق. اهم حاجه التست. ده مش تست. شمس. طب ندوق وبعد كده نكمل بقيه ماشي. الحلقه. ترفع ايدك آكل شوية. لا خليك بقى. اهو اهو والله الصوص. اهو خد اهو خدوا بلاش. اهو خدوا بلاش. بنقي الجمبري بس كمان. اهو 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 اهو. عايزين بقى ده بتاع الاستاذ المخرج معانا. عايزين بقى العم عزب هنا. مين عم هي عزم؟ وصلت عم لعم عزب ده بتاع كمان. الكرين. يا نهار ابيض. لا والله. المناظر الحلوه اللي بتيجي هو اللي وكل مظبطنا بقى. ده هو اللي جايب الكاميرا على طبق الجمبري. حط له هنا. انا قصدي ايه يا جماعه؟ اصل اديت عمر اشرف اكلها. لا عادي لهوي. عادي عادي. خلي بالكم احنا يا كنا جماعة. عاملين حسابنا نشوف التست بس ما للاسف. بيسميش. يا حبيبي اتفضل استنى اجيب لك شوكه. يعني على راحه يا استاذ محمد ابراهيم طبعا
واستاذ محمود فتحي. جمبريتين والتحيه دي حيره جايه طايره، والنهارده بنمسي وبندحرج التماسي على كل اللي موجود. و100 جمبريال اخواتي كلهم خد واحد الاتنين. واحد، اخ الكنترول فتاني، وبره فتاني. الكنترول وجوه الكنترول التست 10 على 10 اهو بصراحة. فين. جاي من التجمع والله. حاجه جميله والتحيه دي بصراحة. مخصوص من مكاني لكل الناس الحلوه، وعلشان كده الشيف صلاح الناس بص مبهوره بالجمبري. لا ده هات بقى ده كده انا طب ليه هدوق طيب؟ بقى. ايش خلاص يا ماشي شيخ؟ يلا. جت عليا يعني. لا طبعا. كده ايوه باشا. ما هو شوف يلا. إيه بامانه موضوع ايه حاجه رايكم؟ حاجه جميله. بامانه والله عالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شمب جماعه مظبوط ندوق. 100%. انا بحب الاكل. ايوه حاولوا بقى انتوا تكملوا شويه تكلموا عشان انا يعني ادوق بمزاج كده. يعني عشان هو الشرب بس. الشرب فيه تيست كده مزارع. لذيذ. ايوه خد يا عمر. لو كان بقى معانا السويت كورن واتحط كمان كان هيودي الجمبري. تانية. طبعا. صح؟ كان يودي حاجة البتنجان خالص. الفود كورد يعني؟ انا وهو ده اه عنده عشان سويت كده كورن. بقى. لا ده دي اللي ليها حاجه تاني زي بقى. البتنجان دي بقى كده، شفت لمسة إيه؟ البتنجان دي ودى بقى حاجه البرجر تاني فين؟ بقى. حته ثانيه. بالذات بقى الكورن كوب ده لما بيتحط مع الشرب. بقى لا طبعاً. بامانه يا لا، زياد ايه سوزي. رايك؟ والله بامانه عالمي. الله. لا قول بقى. تحفه تحفه والله تحفه. بما انا انك كنت بحب بره الأكل. طبعا. جميله. بقول لك ايه والله العظيم انا بحب الاكل جدا. اكتر حاجه في حياتي بحبها. احنا على طول لما بناكل مع بعض الموضوع تخرب بيبقى الدنيا. طب بقى طب خد مختلف ده انت تماماً طيب يعني. خد ده انت. لا انا عايز بتاع معلقه المخرج بس بقى. وسيبني انا اتعب. يا دور لا دور. خد بقى لا خد. البيت بيتك والمكان مكانك وبراحتك. واحنا قدامنا وقت كتير يا استاذ مصطفى ولا احنا ايه؟ كل بس وبعدين نشوف الموضوع. عشان حلو بس والله. مش قادر اقاوم الاكل الصراحه. لا مش عايز خالص. ليه؟ عشان ناكل بره. يا عم بس مش عايزين نشبع. تصبيره ورانا طب محل آخر عايزين سؤال. نجربه انا وعمر. بجد؟ والله. ماشي اوعى تقول اسم. ده. استنوني اروح معاهم. طب سؤال بقى سؤال. اسال. والسؤال معاك انت كمان يا قول. شيف ماشي؟ السؤال ليكوا انتوا الثلاثه. السؤال دلوقتي بيقول ايه؟ ايه؟ اذكر اماكن اذكر اسم الله. السياحه العلاجيه لا اله الا لا إله الله إلا الله. العلاجيه في مصر. انا سيوه. عارف. سيوه طبعا. مين انت قلت سيوه إيه؟ انا قلت لا، لا. سيوه. لا انت قلت حاجه ثانيه. لا قلت ايوه سيوة. صح بامانه صح يبقى يبقى انت قول لي. خسرت. ده لا لا أنا هو كنت اللي لسه لا هقول والله. لا والله هم كنت لسه كسبوا. هقول. قلت سيوه. اخيرا عمر قال حاجه. برافو. يكسب ايه؟ ما بلاش ما تجاوبش على حاجه. ليه شغل في الولايه دي. يلا. ايه طب انا لبست لك دي بقى البس انت دي. صح ياباني. اللي خسر. تعال تعال لي. بالظبط كده. لولو. يا شيف كل بجد حاجة أنا اللي الاكل بشيلها فظيع فوق حلو دي. والله لا العظيم. على الاوتفيت. والوصفه كانت خطيره وكنت يعني قلت لي اللي هتعمل تابعنا لنا. الضيوف. يعني احنا المفروض ناكل نكمل. ايوه يا بس. جماعه ما انا بقول لكم كملوا. حبيبي يا شيف. يا جماعه ايه رايكم في الاكل؟ والله عالمي. انتوا بقى لكم كام سنه اصحاب؟ بس ناقص جمبري. صح ما خلصنا. لا هو عشان هو خلص. كلتوا عاملين ناكل ما مكرونه بس. تحرجنيش. لا بألف انا والله. بقى لكم كام سنه اصحاب يا جماعه؟ يعني 30 سنه كده ولا حاجة. ما شاء الله الله اكبر. يعني ساعتين ثلاثه كده هتلاقينا. ما شاء الله الله اكبر. 17 سنه. الله اكبر. وعايشين مع بعض في الامارات وشغلكم مع بعض وكده؟ لا مش عايشين مع بعض بس عمر بيجي لي دبي كتير. انت في السعوديه بس انا في القاهره حاليا يعني. اصلا في كمان. القاهره. ما شاء الله ما شاء الله. والله يا جماعه نورتوني والله العظيم. وشرفتوني. والله أنا مبسوط بنور. بوجودي ويا معاك. رب كده دايما الشيف مأكلنا كلنا. وان والله. شاء الله المره الجايه لازم شكرا يا السويت شيف كورن. والله تسلم ايدك. السويت كورن لازم اساسي. قدامك 18. ايه قدامك مش هتكلم. يا حبيب افتكر ان انا اكلتكم ولعبتكم وخسرتك. وحكمت عليكم والشيف نورتني. كانت اسئله شكراً سهله يا جميله شيف. والله. يعني بجد المكرونه عالميه. العالم دي. وحالا هنختم وانت هتشوف بعينك رد الفعل. خلاص تمام. انا مش هتكلم وانتوا كمان لو عايزين تلحقوا كلوا دلوقتي. خلاص بألف. اما انتوا بقى استنوني يوم الثلاث الجاي في فقرات احلى واجمل واصحاب ألذ، وهيكون معانا برضو الشيف صلاح هيعمل لنا اكله تانية خالص هتبقى احلى من دي ان شاء الله. وتصبحوا على الف خير وباي باي.